جدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني من الحريف. النجم كابتن رضا عبد العال، نجم نادي الزمالك والنادي الاهلي. منور يا مايسترو. حبيبي، اخبارك ايه؟ والله انت اللي منور. الحمد لله تمام، كله تمام. زي الفل. مبروك ده منهوره ومبروك المكسب. الله يبارك فيك وما نتحرمش، ووشك انت اللي كان حلو لانك كلمتني قبليها بيوم وقلت لي ان شاء الله نطلع بعد المكسب ان شاء الله، والحمد لله الحمد لله. انا مش هكلمك بقى تاني علشان خاطر تحصلش عكوسات تقول ما تكلمنيش، فخلينا كده ايه مشيت خلاص مره واحده عشان ايه يبقى احنا نفضل اصحاب زي ما احنا اتفقنا. لا انا ما بتفائلش ولا بتشاء والله. والله، لان دي اصلا انت عارف الاجتهاد والشغل اللي هو اللي بضمير ربنا بيكرمك فيه. صحيح. رايك ايه في ماتش الاهلي والزمالك اللي جاي؟ اخباره ايه من وجهه نظرك؟ ماتش صعب. ماتش صعب. مين اقرب فيه للمكسب، الاهلي ولا الزمالك وفقا للحاله دلوقتي؟ للحاله لو الزمالك لعب اخر تلت ساعه اللي هو لعبها لما ايمن حفني نزل الماتش هتصعب على النادي الاهلي. انما لو بدا زي ما بدا كده وهيخاف كابتن حلمي محمد حلمي ان هو يهاجم النادي الاهلي من الاول هيخسر. ليه بقى؟ تكسب الاهلي هجمه. ازاي بقى؟ ازاي ابتدي ازاي؟ يعني انا بس ابتدي ازاي لو انا دلوقتي محمد حلمي هاجم النادي الاهلي ازاي؟ بس خد بالك النادي الاهلي جمعيه اداؤه استحواذه الكتير على الكوره البسيطه الكتير اللي بيعملها النادي الاهلي بيزهق اي فريق قدامه. احنا بنتكلم على فرقه نادي الزمالك، فرقه تقيله، فرقه كبيره. كابتن مؤمن سليمان كان عنده استراتيجيه لما كسب نادي الاهلي الحقيقه. هل الكابتن حلمي هيبقى عنده استراتيجيه واضحه يعرف يكسب بيها النادي؟ لا خلي بالك اختلف معاك في دي في بدايه الحلقه كده. انا عارف والله، انا هقول حاجه هنتفق فيها. لا الكابتن مؤمن طبعا ياخد حقه ثالث ومثلث وكسب. بس طول اللقاء النادي الاهلي مستحوذ، مش مختلفين، مفيش توفيق. هو في واحده الشوط الاولاني في اخر الشوط الاولاني لو دخلت تغير نتيجه اللقاء. هو ربنا كرم مؤمن ان هو جاب الجون الاولاني والثاني في وقت بدري، فدي لخبطت الحسابات. فهو بقى لو كان يعني الخبره هنا بقى كانت تشتغل، ان هو كان لازم يمسك الكوره بقى وهو كسبان 2 وكان ممكن عمل سيركه على النادي الاهلي. لان اي فرقه كبيره بيخش فيها جون والتاني في وقت قليل بتقعد مثلا بتاع حوالي تلت ساعه نص ساعه في ارتباك، في عدم توازن. فهو الكابتن مؤمن ساعتها طبعا هو فرحان ان جاب جونين، فالفرقه رجعت فبدا يعمل زون ديفنس ادى مساحات النادي الاهلي. وانت عشان تلعب النادي الاهلي ما تسيبلوش مساحات، لانك لو سبت له مساحات هو كده كده بيستحوذ. يعني من ايام طبعا جريدو اللي هو غرز وحط بصمته في الحته دي في النادي الاهلي، ان ازاي يستخلص الكوره في اقل وقت، ازاي يسيطر ويستحوذ عليها وما يفقدش الكوره بسرعه. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي الراجل دي سابها، البصمه بتاعته اللي هو جه بعد كده الكابتن فتحي مبروك اشتغل عليها، جه كابتن زيزو اشتغل عليها، طبعا المغفور له مارتن يول، واخد بالك، جه لان هي اللعيبه بقت طبع في اللعيبه خلاص. طيب هو انت بتفضل نادي الزمالك يعتمد على مين راس حربه، باسم مرسي ولا مايوكا؟ لا انا قبل ما يعتمد انا بتكلم على ان انت عايز تكسب النادي الاهلي هاجمه من قدام واضغط من قدام عشان ما تسيبش مساحات، عشان النادي الاهلي ما يجيلكش. لان عنده دلوقتي يعني ودي فرصه طبعا. احنا كنت معاك كنت بقطع في عبد الله السعيد وبقول ان هو مش في مستواه والكلام ده. لا هو بقاله بجد يعني. وطبعا الناس بقى ما تفكرش ان انا مثلا بنافق ولا لا، بقاله 3 4 ماتشات عاجبني. كابتن رضا عبد العال غير رايه اخيرا؟ لا مش غير. بص طالما كويس انا معاك، مش كويس لا هنتقدك لغايه ما تبقى. انت عارف السبب في رجوع عبد الله السعيد لمستواه؟ وقعد صالح جمعه على الدكه. ما هو انت طول ما انا بلعب ومفيش حد عدل على الدكه حلو ووحش هلعب ماشي. انما صالح الفتره الاخيره دي لما بينزل وبيعمل شو وبيقدم كوره بقاله فتره عبد الله مركز قوي مع النادي الاهلي برضه. السبب الرئيسي صالح جمعه. ماشي خلاص ماشي واخد بالك. ما انا بقول لك انا كلاعب كوره قلقني صالح برضه بقاله فتره بره. معلش الكلام ده من انا بقول لك بقاله دلوقتي 5 6 ماتشات. هو ده هو طالع بقاله ماتشين بس. هو يعني الماتش اللي هو كان قبل اللي فات دوت اللي هو بتاع المقصه ما كان قاعد احتياطي وما لعبش صالح جمعه. ما انا بقول لك عايز تقلق هو البديل الاستراتيجي لعبد الله صالح بالظبط. ما انا قلق اي لعيب في مصر وفي العالم حطوا له بديل له. صحيح. لازم هيبقى
انتاجه هيبقى احسن من كده صحيح. واكتر من كده وهيبقى ايجابي وكل الكلام ده. طيب واحنا بنتكلم عن ماتش القمه، انت رايك ايه في مايوكا؟ مهاجم محترم. مايوكا ومظلوم في نادي الزمالك ومش واخد حقه. ليه بقى؟ الراجل ده هداف. اه يعني الراجل ده مايوكا ده من اللعيبه اللي هو بتعرف تجيب جول. انت للاسف الفتره الاخيره دي نادي الزمالك ما بيخش ال 18 الا عن طريق شيكابالا. عندك حق. واخد بالك؟ وبيخشوا بعدد قليل جدا. واخد بالك؟ فانت انا حاسب حتى كمان احمد جعفر. احمد جعفر برضه. فين احمد جعفر صحيح؟ ده انا بقول لك اهو احمد جعفر كروس واحد اتعمل له صح في ماتش مصر جابه جول. برافو عليك. حاسبه اعمل له مثلا 5 6 كروسات، ما دي المشكله. احنا كجمهور ما بنستعجل. واخد بالك؟ طب هو وصل له ايه عشان انا ابتدي اتكلم معاه؟ احاسبه. يعني انا مثلا ده كده الكلام كده على مين؟ على الاثنين، على جعفر ومايوكا. على الاثنين، على جعفر ومايوكا. انت ما بتوصلش للصندوق كتير، فانت كده ظالم واحد اسمه مايوكا، ظالم واحد اسمه احمد جعفر. احمد دولت عايشين على الكروسات يا رجاله. دولت مش لعيب الكوره اللي هو يقف ويكيفك زي ميسي ولا ده عايز كوره كروس يسرق الباك، كوره كروس يطلع يعمل جنب ويحطها، تقع من ايد الجون حاططها، كوره بالعرض حاططها. هو دوت الفيرود. فهم ما بيعملوش الكلام ده في نادي الزمالك. فنادي الزمالك ويجي يقوم جاي مغيره، يعني يبين للناس ان هو وحش قوي. يعني مثلا في الماتش اللي هو غير فيه احمد جعفر والسكاكين نزلت على احمد جعفر، الزمالك ما راحش ال 18. ما انت تعمل 5 6 كروسات الشوط الاولاني و5 6 كروسات. طب ما الزمالك هيمشي مايوكا؟ حرام. يعني يسيب يمشي مايوكا ويسيب معروف يوسف. لا ما هو معروف يوسف هيجددوا له، يعني هو في ما انا بقول لك يعني ما يمشيش بقى، يعني ده الاثنين يعني يمشي. هو ده معروف زي مايوكا؟ لا ده فرود بس معروف واخد فرص كتير كتير. انت شفته جمهور الزمالك شافه وجمهور مصر شافه واخد فرص كتير. انا عايز ادي طيب بس ما هو معروف ده، ما هو يعني عنده مستوى محترم، مستوى مرموق كابتن رضا. يعني كل المدربين اللي مسكوا نادي الزمالك لعبوا معروف يوسف. يعني تفتكر كل الناس دي اتفقت على معروف ولكنها اختلفت على لعيب؟ يبقى الناس دي بيلعبوا بطريقه غلط. كل المدربين بيلعبوا. هو في حد زي نادي الزمالك او نادي الاهلي يلعب ب3 دندرات؟ ده سنه سودة. يعني انت لما تلعب الاهلي ما بيلعبش 3 انا بقول لك لو لعب يعني هو الزمالك بيلعب ب3 دندرات، الزمالك بيلعب ب3 دندرات. طيب طب هتكسب ازاي؟ طب يعني ده ما هو بيلعب على حساب ايمن حفني، بيلعب على حساب مصطفى فتحي، بيلعب على حساب شيكابالا، على كان حمودي، على كهربا. ما هو انت بتلعب ب3، انت المفروض تلعب ب2 وواحد زي محمد ابراهيم وواحد زي ايمن حفني، يبقى هما الاثنين. انت مش عاجبك معروف يوسف خالص؟ مش خالص مش كورته نادي الزمالك ولا كورته مصر خالص. بطيء وبيفكر كتير وكل لعبه لورا، وتبقى الهجمه مثلا على ال 18 يقوم جاي واخدها ولافف ومديها مثلا لعلي جبر ولا مطلع اسلام جبر. ملوش ايجابيه. انا مش شايف له ميزه. يعني هات لي ميزه انت كده قول لي ده ميزته دي. بس خد بالك معروف المفروض ان نادي الزمالك بيقعد معاه دلوقتي عشان يجدد العقد بتاعه، وربنا غلطانين لو جددوا معاه. ده اللي زي دوت يعني مثلا تقول له خد يا ابني جدد، قال لك لا قول له مع السلامه. هو الزمالك عايز $600,000 عشان ماشي ما لعبوش، استنى بيعه. ما لعبوش ازاي اذا كان انا عايز اكسب من وراه فلوس؟ لو انا هسيبه يبقى ده ما يكسبك، ده يخسرك. احنا قاعدين اهو، ايه اللي جاله؟ احنا سامعين بس الوكيل بتاعه كل يوم يقول لك ايطاليا عايزاه. لا جاله الوحده السعودي. انا كان معاه رئيس نادي الوحده السعودي هو كابتن رضا على التليفون، والراجل قال لك احنا عايزين معروف يوسف. وربنا نادي الزمالك غلطان لو ما باعه، وربنا. بس هم عارضين رقم قليل شويه، يعني هم عارضين $100,000. طب $100,000 في ال 20 جنيه ولا ال 18 جنيه يعمل كام؟ $1,800,000 وربنا احسن اكله اللي كاله بالفلوس المكافآت اللي خدها. ايوه بس خد بالك من نقطه، خساره قريبه احسن من خساره بعيد. خد بالك من نقطه، هو عقده ماليش دعوه بعقده. طب اديني فرصه. طيب يحق له ان هو يمشي في يناير فري. طيب ما خلاص بيعه بقى، استفاد منه $1,000,000 دولت، اجيب لعيب تاني احسن منه. وفي لعيبه في مصر كتير، فما نبعدش عن النادي الاهلي. طيب يعني انت شايف انه مايوكا من وجهه نظرك فيرود محترم، مش عايزه بس العيب على المدربين اللي بيمسكوا. مليان ماليش دعوه. بص زي ده يا كابتن استاذ ابراهيم، هو انا دلوقتي دي مشكلته ولا مشكله المدرب اللي ماسك؟ لا مشكلته. لا طبعا. هو انا لو بتمرني كويس مش هخس؟ لو انت مرنتني وعملت لي انا بمرنك كويس وانت بتروح تاكل بالليل، انا اعمل لك ايه؟ انا هعمل بقى كنترول عليك، اجي لك معاك بالليل اشوفك انت بتاكل ايه. ده ما شاء الله. ده لا طبعا ما بياكلش. هو اكيد $1,000,000 هو ما بيتمرنش كويس. طب احمد جعفر
طب ما هو زايد احمد جعفر، علي جبر زايد، واخد بالك؟ لا احنا مش عايزين نحود على حاجات. بص انت لو عايزه ومحتاجه اعمل له برنامج. هو دلوقتي بقى له مثلا شهرين ما كانش بيلعب، اعمل له برنامج خسسه. لو ما خسش يمشي مفيش مشكله. بس انا شايف انه هو، طب ما طارق يحيى كان تخين وكان بيلعب. هو مش شرط. هو طالما اصل دوت انا قلت لك ده، بس دي بتبقى طبيعي يعني، في لعيبه هي طبيعتها كده عندهم رشاقه، وهو ده طبيعته كده. بس انا محتاجه في ايه بقى؟ في ال 18 الاعبه واحكم عليه وادي له الفرصه مره واثنين وثلاثه وعشره، واخد بالك؟ وبعد كده بقى لما ازهق منه اقول له لا خلاص شوف لك حته ثانيه. انما السنه اللي فاتت جاب 6 جوان وكل الماتشات اللي لعبها 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق وينزل يهدف، واخد بالك؟ انا شايف ان هو فيرو كويس. احمد جعفر فيرو كويس، واخد بالك؟ بس احنا عندنا حسابات بقى، مدربين عندهم حسابات. تقول خوف بقى، تقول اصل ده بيلعب منتخب وده ما بيلعبش. انت لو مسكت فرقه نادي الزمالك انت تقريبا نص الفرقه هتقعدها على الدكه. انت مش عاجبك معروف ومش عاجبك ابراهيم صلاح، صح؟ ابراهيم خلاص جدد عقده على بياض خلاص. ومين كمان؟ هو جدد عقده على بياض ليه؟ عشان هو بيحب نادي الزمالك؟ لا، عشان لو ما عملش كده هيمشي. لو طلب فلوس هيمشي. لا هم بيطلبوا يعني، هم اكيد بياخدوا فلوس. ما ماشي، ما النادي هيقدره. هم بيشتغلوا ليه؟ يعني النادي هيقدره وهيديله فلوس. هو انا مضيت على بياض يعني، انا النادي خلاص هيرميني؟ ما هيديني. هو لو طلب مبلغ مع السلامه امشي. وانت ليه مش مقتنع بابراهيم صلاح؟ مش حكايه مش مقتنع. ابراهيم صلاح قبل ما يروح السعوديه كان احسن ديفندر في مصر. طب حلو. ابراهيم صلاح قبل ما يروح السعوديه كان احسن ديفندر في مصر. طيب يبقى انت مش حضرتك مش مقتنع بيه، يبقى انت شايف ان هو يعني مش في مستواه الفني رغم الاهداف اللي هو ماليش دعوه بالاهداف. بس انا هو مش مطالب ان هو يجيب لي اهداف. مش هو مطالب ان هو يبقى معلم في نص الملعب، يقطع ويسلم زي طارق حامد وزي دونجا وزي الناس دي. خلاص يبقى احنا خلينا نتفق بس على حاجه عشان يعني لما ابراهيم صلاح يجيب نفسه يبقى هو بالنسبه لك احسن ديفندر في مصر يعني. لو رجع لمستواه، صح كده؟ وما يرجعش ويغطس في وسط الاثنين المساكين. طيب رايك ايه في دويدار؟ دويدار مدافع نادي الزمالك منتخب مصر. ما بيقنعنيش. ليه بقى؟ برضه ما بحس ان هو مش ستايل نادي الزمالك ولا الفرق الكبيره. لعيب راجل عنده حميه كده على فرقته. وبعدين راجل يعني ايه يعني عنده قوه. وبعدين انت لما تيجي تدفع بيه في ماتش من الماتشات عنده روح، اللي هو فانيله نادي الزمالك. ما يعني مش من اللعيبه يعني اللي بتخذلك كمدير فني في اي وقت من الاوقات. لا هو ممكن يقنعني في اي نادي غير الزمالك والله. يعني عشان كده بقول لك لو مسكت فرقه نادي الزمالك تقريبا هتريحهم. طبعا هتريحهم على الفرقه دي مش هيلعب. مين تاني؟ قول انت وانا اقول لك. لا طب انت سيب الزمالك. وانت لو بص اولا الزمالك طريقته اللي بيلعب بيها غلط. الطريقه اللي بيلعب بيها طبعا. كابتن حلمي وفريرا وكل المدربين اللي بيلعب بثلاث فيندر دوت يبقى مش عايز يحسن من الاداء. ومع فريرا كانت غلط. طبعا ده جاب اول بطوله دوري بعد 10 سنين. يا عمي والله العظيم الاهلي ما كانش كويس، وبعدين اللعيبه كانت خايفه من المستشار مرتضى، وهم عايزين يثبتوا ذاتهم، وجايين لسه من انديه، اللي جاي من الانتاج واللي جاي من الشرطه واللي جاي مش عارف ايه، والاهلي كان واقع قوي. فكانت فرصه، واخد بالك؟ الاهلي شم نفس السنه اللي فاتت خد الدوري بالانديه، واخد بالك؟ نادي الزمالك الفتره ديت اللي انت بتقول من اول فيريرا لغايه دلوقتي. فيريرا ماشي كان بيكسب، بس ما حسسناش بالكره بتاعت الزمالك. ضيع حلاوه الكره، الفن والهندسه. جمهور الزمالك طب ما هو جه مليون مدير فني بعديها. ما هي المشكله ده انا لو سالتك مين المديرين الفنيين اللي جم نادي الزمالك انت مش هتفتكرهم. هو حد رجع بقى مدرسه الهندسه والفن خلينا بقى ايه؟ دكر. بمعنى ايه؟ فنياته عاليه. يعني مفيش واحد فنياته عاليه. اي مدرب فنياته، بص اي واحد هيلاعب معروف يوسف يبقى فنياته مش عاليه، يبقى راجل عايز يعيش. اسمع اللي بقول لك عليه بمنتهى الامانه، والله ما بجامل. اقول لك على حاجه، احسن ربع ساعه اتفرجت عليهم في ماتش المقاولين. لا الماتش اللي فات ده الاتحاد. اما اللعيبه اتحررت ونزل محمد بعد ما الزمالك نزل جاب الجون الثاني في الدقيقه 69. لا قبل ما يجيب الجون الثاني، ما قبل ما ايمن حفني اللي نزل وعمل كده وخد ضربه الجزاء. شو الباظات اللي بيعملها ايمن. واخد بالك؟ لا وبعدين حلاوه اللعب بقى وطريقه اللعب، وتبص تلاقي تك 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 رجعوا لك مثلا ايه الفن والهندسه. ماتش المقاولين، ماتش الزمالك والمقاولين كان ماتش جامد قوي، بس انت يمكن ما شفتوش. بس انا بكلمك على تلت ساعه يعني ايه رجعت لك حلاوه الكره. طب من وجهه نظرك كانت حلوه ليه؟ يعني عشان خاطر ايه؟ في تحرر.
كل واحد بيمسك كوره اللي في وشه بيحطها له تيك تيك ويرقص ويروح ويعمل ده ويعمل ده. طيب. محمد ابراهيم ضيع 3 4 كور. ما هو ده كان مع المدير الفني اللي هو كابتن محمد حلمي، هو ده شغل مدير فني اهو. ماشي بس شغل هو مش شغل مدير فني، هو شغل ايمن حفني، محمد ابراهيم، الرجاله اللي هي اللي بتصنع الفارق دي. هو محمد حلمي هينزل ايمن حفني ويقول له رقص لي 1 و2 وخد ضربه جزاء يا هيما؟ ولا دي امكانيات لعيبه؟ امكانياته بس انا كمدير فني بوظف، يعني انا لا ما بتوظفش كده، موظف ده هو منزل، واخد بالك ان هو ايه ايمن لعيبه عشان برضه ما يزعلش. بتظلم الراجل كده يا كابتن رضا، بتظلمه فنيا كابتن حلمي يا كابتن مصر. انت مش بتكلمني انافقك واقول لك ده. بص انت بتنزل اللعيب، ايمن حفني ده ما يقعدش حتى لو وحش، لان في ثانيه ممكن يجيب لك ضربه جزاء، في ثانيه يعمل لك كره زي كده يوديك للجول. انت بقى بتلاعب لي واحد عمال يفحت ويردم بقاله 3 ساعات اللي اسمه معروف يوسف ده، وكورته لورا والكلام دوت، وهم ما فيهاش حتى نوع من الفن، نوع من المتعه، نوع من الابداع. طب اقعد واحد زي ايمن حفني ده ولاعب معروف يوسف؟ هتقول لي طب انت قدام الاتحاد وبتلعب ب3 دندرات يا كابتن حلمي؟ ما ينفعش. ما تنزل ايمن اهو، نزل خلى بقى كل كام الدقيقه اللي هم لعبهم انت تبص على جون الاتحاد بس. الكره ما راحتش لجون الزمالك، وهو ومحمد ابراهيم والرجاله واحمد رفعت لما نزل. الكره متعه يا ابراهيم، كره متعه. انا مش مهم اكسب، بس المهم ان انا اتمتع. انا اللي انا اعرفه كده، وجمهور الزمالك يعرف كده. طيب نرجع مرجعنا تاني ماتش القمه. عايز تكسب النادي الاهلي، اضغط عليه من الثلث الاخير وما تسيبلوش مساحات، وده صعب في وجود طارق حامد ودونجا، وهيبقى ابراهيم صلاح ومعروف يوسف، لان دولت اول ما الكره بتتقطع بيضموا على الاثنين المساكين ورا، ما بيقابلوش من الاول، بيرجعوا لورا، فبيدوا مساحه للاعيبه النادي الاهلي ان هم نص الملعب يستحوذ. دي في كل الماتشات اللي هي فاتت. هو الاهلي اخطر من الزمالك في الماتش اللي جاي؟ طبعا. ليه؟ عشان عنده لعيبه كتير بتعرف تجيب جول. يعني عنده وليد سليمان، عنده مؤمن زكريا، عنده عبد الله السعيد، عنده اجايده لعيب كوره محترم هايل هايل. اجاي انت مش شايف كده ولا؟ يعني وجهه نظر حضرتك يعني ماشي، بس يعني بناء على اي حاجه شايف ان هو لعيب جامد، محطه محترمه، بيعرف يعمل جون وبيعرف يقف على الكوره وبيعرف يجيب جون. سيبك من يعني ممكن يكون هو تهديفيا قليل، بس انا شايف ان هو بيلاعب اللعيبه اللي جايه. ستايل وحش قوي يا كابتن رضا، ستايل وحش قوي، بس لعيب كوره. انت عارف ده بقى زي اسمه ايه، حمدي اللي هو العشوائي، سيد حمدي. لا ده ما تعرفلوش مالكه، يعني ما تعرفش هيقف على الكوره ولا هيباص ولا هيرقص ولا هيعمل من لمسه واحده ولا. فانا شايف ان هو لعيب كويس قوي 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 ومحطه، واخد بالك. وعلى فكره فارق في هجوم النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي، واخد بالك. فده 4 5 لعيبه بتعرف. كنت برضو مره هنا من ضمن المرات وقلت لك ان حسين السيد مظلوم ولازم يلعب. ايه رايك في حسين السيد الماتشين اللي فاتوا؟ حسين لعيب كويس، وكل ما هياخد كل ما مستواه هيعلى. انا يعني لو خد الفرصه بتاعت صبري رحيل وبتاع علي معلول ده هيبقى باك ليفت منتخب مصر. بس هو عنده مشكله شويه، عنده مشكله شويه. انا حسين على المستوى الشخصي بحبه جدا الحقيقه، وعارف ان هو لعيب عنده كتير، بس طبعا طبيعي انك تقعد 14 ماتش ما بتلعبش، طبيعي يعني. هو عنده التغطيه العكسيه. لا ده بقى له سنتين. التغطيه العكسيه شويه محتاج بس يشتغل عليها. يا حبيبي الخبره دي، كابتن ربيع ياسين والكابتن فتحي مبروك قبليهم والكابتن احمد رمزي وكل الباكات ليفت والباكات رايت اللي هي بتلعب دي. اللعب هو اللي بيخليك تبدا يبقى عندك حته تعرف تغطي لجوه وتعرف تغطي لبره وتعرف تشوف الراجل وتعرف تعمل الميل الدفاعي، واخد بالك. انما لما بتلعبش وتيجي تقول لي مش عارف ايه، طب ما هتعلمه امتى؟ طب هو انت يعني عايز تقنعني ان علي معلول بيعرف يعمل الميل الدفاعي وبيعرف يغطي من جوه؟ حسين احسن من علي معلول بكتير والله. قوه، نشاط، حيويه، ما بيترقصش وبيرقص. ده امبارح عامل واحده عمل كده، راح على الراجل كده ودخل ال 18. عمل ازاي؟ عشان الكاميرا بس. واخد بالك يعني وهو بيجري هو ما لمسش الكوره، هو بس عمل بجسمه كده، الراجل راح في حته وهو كمل راح على ال 18. رايك ايه في مستوى شريف اكرامي الفتره الاخيره؟ هايل. وانا كنت معاك هنا وقلت لك يقف في ماتش مصر غانا. فاكر؟ فاكر. قلت لك لا يقف، وكان هو احق انه يقف.
لانه اعلى حارس مرمى في مصر دلوقتي هو احسن حارس مرمى؟ طبعا. طبعا احسن من الشناوي؟ طبعا. يحرس منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه؟ حق اساسي. مين شبهك دلوقتي؟ في حد شبهك دلوقتي؟ في صالح جمعه انا بحبه. شبهك؟ انا ما شفتش نفسي، بس انا بحس ان ايه ان هو في ريحه مني يعني. او مش سيبك من الريحه ولا بتاع. لا لعيب كوره يكيفني. طيب نرجع تاني للاهلي وللزمالك. بنسبه قد ايه بتشوف انه يعني الدوري ممكن يبقى محسوم للاهلي او للزمالك؟ لو الاهلي كسب الزمالك الماتش الجاي يبقى الدوري بتاع الاهلي؟ خلاص يبقى حسم الدوري. ياه. مش بدري؟ لا مش بدري، لسبب. لسه في دور كامل. لسبب المشاكل هتدب في نادي الزمالك. مشاكل هتدب في نادي الزمالك. انما لو الزمالك كسب الدوري يبقى فيه اولان لاخر الموسم. يعني هنا تتوقف. نادي الاهلي لو كسب يبقى حسم الدوري بنسبه 90%، ودي على مسؤوليتي. ماشي. لان المشاكل هتبدا في نادي الزمالك. شايف ان ميعاد القمه يعني القمه في ميعادها ده قرار كويس ولا لا؟ ده احسن حاجه عشان الراجل اللي رايح بينا افريقيا بقى يشوف اللعيبه بقى ويبطل المجاملات بتاعته. برضه انت لسه مصر انه طبعا مجامل؟ طبعا. يعني بيجامل مين؟ بيجامل لعيبه كتير. زي مين يعني؟ دودار برضه؟ انا هقول لك. لا مش كنا يعني مش كنا انتهينا منه. دلوقتي دودار ما بيلعبش، هتلاقيه متاخد. واخد بالك؟ هتيجي في نص الملعب. قال الونش هيروح. ده لازم. يعني بعد الماتشات اللي عملها ديت لازم. وسعد سمير لازم. الناس دي مش بتلعب. تعرف تختار ليه ال11 بتوع منتخب مصر؟ ال11 ولا تعرف ولا تختار لي القائمه كلها؟ سيبك من المحترفين. لا سيبك من القائمه. انا هختار لك اللي هم على مزاجي يلعبوا الفتره اللي جايه. على مزاجي. تشكيل يلعب على مزاجي انا. ماشي يلا. بس ما تراجعنيش. ليه؟ ما رجعكش ليه؟ ده وجهه نظر انا. ماشي خلاص ماشي. يعني ما تقوليش يعني ما تنرفزنيش. يعني ما تقوليش مثلا ايه لا ده فلان. ده من وجهه نظري. ماشي خلاص. وجهه نظري لازم تحترم. ماشي. انت بقى تحط انت تشكيل تاني. انا مش رياض باشا بس. ماشي اتفضل. شريف اكرام. ماشي. 2 مساكين. جنش. 2 مساكين جنش هعارضك. لا قصدي الونش. لا الونش. دي جبت عليها تبقى مصيبه. بس احنا يعني لازم نتكلم على جنش. ماشي يبقى انت كنت توصل للونش. الونش. ومحدش يقول لي ايه اصل الخبره الدوليه والكلام الفاضي ده لاعب وشايفينه راجل بيأدي ياخد حقه. ماشي كابتن اتفضل. ماشي. وسعد السمير. ماشي. 2 مقاتلين عمر. ماشي. باك ليفت حسين السيد. هتقول لي برضه ده ما بيلعبوش والكلام. هيلعب على عبد الشافي. ما احنا قلنا بقى انت انا من وجهه نظري. ماشي. باك رايت احمد المحمدي. 2 ديفندرات في نص الملعب. حسام عاشور وحسام غالي. ده ما فيهمش ولا واحد بيروح منتخب مصر. ما انا مالي. مش انا بقول لك على مزاجي. انا ماليش دعوه. انت وديت قائمه المستبعدين. دي قائمه المستبعدين بتاعت منتخب مصر فيما عدا شريف اكرام. كمل يا كابتن. وقدامهم صالح جمعه على اليمين. هو صالح جمعه انضم منتخب مصر قبل كده؟ مع كوبر؟ لا مع كوبر لا. بس هو مع اعتقد يعني. ماليش دعوه. انا بقول لك من وجهه نظري. ده كان اول تجمع على اليمين. ماشي. اول تجمع لما كان محترف في البرتغال. ماشي. على اليمين تريزيجيه. وعلى الشمال رمضان صبحي. على اليمين تريزيجيه. وعلى الشمال رمضان صبحي. انت هطلع وحاول صلاح بره الفرقه ولا ايه؟ لا يلعب راس حربه بقى. هسيبه ينطلق لوحده. هلعب مين؟ محمد صلاح؟ لا يعني ايه؟ انا بفضلك ما ولا كوكا ولا باسم. كوكا مين؟ احمد حسن كوكا. لا يا عم. انا هلاعب الراجل ده اللي اسمه محمد صلاح ده. الحته دي بتاعته كلها. لان احسن واحد في العالم دلوقتي اللي هو يعمل لك الحته اللي هي السرعات دي. انا مش هلعبه ولا انت عايز تستفاد منه ولا ما تستفادش؟ وانا عايز استفاد حقيقه. طيب لما الاثنين مساكين دلوقتي الاثنين مساكين بيبقوا واقفين كده كهيم. واخد بالك؟ وده جايب وشه. ده عقبال ما يلف وده عقبال ما يلف يكون صلاح راح فين. فانا ليه اضيع مجهوده في الحته بتاعه الرايل؟ انا اسيبه في الحته اللي هي فروت صريح براحته. يروح ناحيه اليمين ناحيه الشمال، يخترق من هنا يخترق من هنا، ويبقى عنده واحد زي صالح جمعه ده
كل كره يمسكها يعملها له كده جول. طيب يا كابتن، احنا كده مش نلعب براس حربه راس حربه يعني انت حضرتك قعدت باسم مرسي بره، وقعدت مروان محسن اللي هو غالبا هينضم منتخب مصر بره، وقعدت احمد حسن كوكا بره، هنقعد كل دول بره ونلعب محمد صلاح؟ ما يقعدوا. طب هي القعده عيب؟ هي القعده مش عيب. وعايز اقول لك على حاجه برضه يعني في الاختيارات. طب ما في عمرو مرعي. عمرو مرعي. طب ماشي، ما هو راجل مكسر الدنيا برضه وحاجه زي الفل يعني، ما بنبصش عليه ليه؟ ودي دوره، وانت اصلا بتعمل استعداد لسه هتلعب في شهر 8 اللي جاي في كاس عالم. ما انا اعمل. طب يا كابتن يعني انت حضرتك طلعت النني بره؟ مين؟ النني. انت بتستفزني ولا ايه؟ انا قلت لك ما تراجعنيش ولا لا؟ لا استفزك. احنا ده وجهه نظري. حط انت بقى التيم وحط اللي انت عايزه. يا كابتن، ما هو انا بكلم حضرتك والله بامانه شديده، ده له علاقه بالستايل اللي بيلعب بيه منتخب مصر. لا منتخب مصر بيلعب كوره حل الله استرك والكلام الفاضي ده. لا ما تقوليش لا ده سياسه وان احنا لا ده الراجل استراتيجيه وفلسفته ان انا ما يخشش فيا جون. طب قدر دخل فيا جون بعد 10 دقائق في ماتش غانا، ما حصلت قبل كده في ماتش نيجيريا وتعادلنا بالاستراتيجيه دي. ايه اللي خلاك اتعادلت؟ لما نزل رمضان صبحي صنع لك الفارق. ده معناه انه الراجل عنده فلسفه. لا مش فلسفه. مش فلسفه، ده من عند ربنا. ونعم بالله. ما الكوره برضه فيها يعني فيها اختيارات وفيها توفيق. لا ما يبقاش فيها مجاملات. ادي لكل واحد حقه. انا بقول لك دي ده وجهه نظري. انت بتحجر عليا. لا والله ما بحجر على حضرتك في رايك، بس بتناقش معاك. مش عايزنا نتناقش؟ لا ما تتناقش. انت انا قلت لك من وجهه نظري. انا ارتاح للتيم ده. انا احب اتفرج على الكوره دي. يبقى بقى احتياطي كمان للناس دي. يبقى في ايمن حفني ومصطفى فتحي اللي هي البدائل بقى بتاعت الناس دي، ويبقى طارق حامد ويبقى دونجا ويبقى في لعيب كويس قوي كمان ديفندر بيعجبني اللي هو بتاع الاسماعيلي محمد فتحي. هو لعيب هايل. لعيب هشام محمد كمان بتاع المقصه بيعجبني قوي. في كمان علي اسمه علي ايه اللي بيلعب في انبي، علي عيد ده ديفندر برده مش وحش ويتبص عليه. ولو راح اهلي وزمالك هتلاقي الدنيا كلها بتجري وراه وينضموا منتخب مصر. لا في لعيبه كتير في مصر، بس احنا يعني عاملين تحجيبه على الناس دي. او هي بقى تفاؤل وتشاؤم من اول ما جه الراجل والرجاله دي معاه ولا ايه يعني؟ لا ما تخلينا نتكلم مثلا ان الراجل بقى له سنه ونص. دي المجموعه اللي حفظها الاداء والسيستم. اداء ايه اللي بمسك الكوره من عند علي جبر او من عند الشناوي او شريف اكرامي احطها على الكورنر بتاع الخصم وتقول لي حفظ ايه؟ ده احنا ما شفناش حاجه. اللعيب حافظ. ده محمد صلاح بيلعب بامكانياته واللي هو اتعلمه بره. نفس الكلام تريزيجيه، نفس الكلام مش عارف اقول لك بقى نني. فكل واحد بيلعب بمجهوده هو. يعني والله بحترم قناعات حضرتك، بس النني بالنسبه لي ده واحد من نجوم مصر السوبر يعني. كفايه ان هو بيلعب في ارسنال. ونعم بالله. ماشي. ونعم بالله. امال حسام عاشور يبقى ايه؟ حسام عاشور لعيب هايل. ما بيتاخدش منتخب ليه؟ لعيب هايل. انا ما عنديش اختلاف برضه. حسام عاشور هو الراجل ده مش مصري؟ جدا. طيب امال انا نفسي اعرف. ولاعيب كره تقيل. لعيب تقيل في مركزه في مكانه يعني. مش مختلف معاك والله العظيم ده بعد مجدي عبد الغني واسماعيل يوسف وتامر عبد الحميد. دولت هم الثلاثه اللي علموا في الحته دي. ده الرابع بتاعهم. ايه طريقه حل الله يسترك دي؟ ايه طريقه حل الله يسترك دي؟ يعني مالكش اي ملامح، مالكش اي شكل بتلعب بيه. طيب شوف بقى الناس بعتلك ايه. محمد صبري امين، ازيك يا كابتن رضا؟ والله انت احلى حاجه فيك انك تلقائي وكلامك في الصح ومش بتنافق وعايز التشكيل الانسب لمباراه القمه. هخليه يقول لك دلوقتي حالا. عبد الرحمن بيقول لك التشكيل ده لو لعبت بيها كابتن مع السنبلاوين هتخسر. متقبل وجهات نظرهم ولا بتزعل؟ لا عادي. طيب مش احنا بنقول كل واحد له وجهه نظر وتحترم. طيب بص بقى، هيثم بيقول لك ايه برضه عنده وجهه نظر. بيقول لك ايه يعني يا كابتن حضرتك زعلان ان دويدار اللي مش بيلعب بيروح المنتخب وعايز تلعب بصالح جمعه؟ بس صالح بيلعب. ما دويدار بيلعب. لا فين بيلعب؟ فين؟ بقاله فتره ده الونش وعلي جبر. وبعدين عايز اقول لك على حاجه اللي هو اللي قبليها الراجل اللي قال لك السنبلاوين اسمه ايه؟ اسمه ايه السنبلاوين؟ اللي هو احمد. بص يا ابو حميد، انا حاطط لك احسن لعيب الكوره في مصر واللعيبه اللي هي تجيب الفلوس لمصر. هو رمضان صبحي دوت قليل؟
لا رمضان مش لعيب. محمد صلاح قليل. بس تجيب فلوس ازاي يعني تكسبنا عن بطوله تقصد؟ لا طبعا. سيبك من دي، دولت ارقامهم ايه دلوقتي في البورصه العالميه بالنسبه للاعبين؟ رمضان صبحي، محمد صلاح، وتريزيجيه، واخد بالك؟ وتعالى على نص الملعب، وصالح جمعه ده بلوه، لو خد اقسم بجلاله الله يلعب على اي حد في مصر، واخد بالك؟ وقلنا لك احتياطه له هيبقى ايمن حفني. رايك ايه في شيكابالا في الفتره الاخيره مع نادي الزمالك؟ مش منتخب مصر ليه ما قلتش اسمه؟ شيكابالا مكسر الدنيا مع نادي الزمالك. انت هتخلي الراجل يزعل مني؟ هو مين ده؟ شيكابالا؟ لا يعني قول وجهه نظرك، يعني ليه يزعل؟ شيكابالا رجعنا ل 2010 2009 2011 ان بقت الكوره بدل ما الراجل يروح على الجون كده لازم تعدي الاول على شيكابالا. طب ودي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ وحشه طبعا. وحشه طبعا؟ طبعا. ليه بقى؟ لان خلاص اي حد هيمسك شيكابالا فرقه الزمالك يقول لها تألق ايمن حفني الماتش اللي فات عشان شيكابالا كان خرب. الشكل لما اتعدل كله ان كل لعيب يتحرر، ما بقاش ان كل كوره يمسكها عايز يوديها لشيكابالا، كل كوره عايز يروح للجون. فده اللي فرق اللي اخر ربع ساعه. بس شيكابالا في الفتره الاخيره هو اللي بيلعب نادي الزمالك. ماشي، ما اختلفتش، عشان كده نادي الزمالك ملوش خطوره. عشان شيكابالا بيلعب نادي الزمالك؟ لا عشان ان هي الكوره بتروح على الجنب ما بتروحش على الجون. يعني شيكابالا يبقى فرد من ضمن الافراد اللي موجوده في الملعب. طيب يبقى العيب مش عند شيكابالا، العيب في جمعيات الاداء، تقصد كده؟ لان السيطره بتاعت اللعيبه خايفه ان كل كوره لازم تروح لشيكابالا يبصم عليها. ليه خافوا ليه يعني؟ خافوا ليه؟ انا بقول لك كده. ايه اللي يخوف يعني؟ مش حكايه يخوف، يعني لازم ان العب لشيكابالا عشان يبصم عليك. انا بلعب لشيكابالا عشان شيكابالا هو العقل المدبر للفرقه وهو اللي بيوزع وهو صح كده ولا انا بتكلم غلط؟ عمل كام جون؟ لا ده الراجل الماتش اللي فات احنا عندنا احصائيات يا شباب، لو نقدر نجيبها لك، جيب لك بالاحصائيات صنع كام جون وسجل كام جون. شيكابالا ماشي كويس، مش من الضربات الثابته، من اللي هي المتحركه، يرقص ويعمل لواحد كده يروح يجيب جون. يرقص ويعمل لواحد كده يروح يجيب جون، يعمل سروق كده يجيب. انما كورنر فاول عادي، ما كل دي امور عاديه. ما انت زمالك واهلي. طب حدد لي، هو حضرتك مش عاجبك اداء نادي الزمالك ولا مش عاجبك اداء شيكابالا؟ نادي الزمالك. طيب كده تمام بقى، احنا مش مختلفين. اصل الراجل مكسر الدنيا، هيعمل ايه تاني اكتر من كده؟ ماشي، ما انا بقول لك دلوقتي هو مكسر الدنيا. لما بيترمي عليه اي حد من اي فرقه تاني خلاص فرقه الزمالك ما بقاش اي تواجد. طيب يبقى لازم يبقى في يعني هنا شيكابالا يبقى الناحيه الثانيه ايمن حفني، ده المقصود. ماشي يبقى احنا كده بس وصلنا لحاجه، انه العيب مش عند الراجل. لا مش عنده، العيب مش عند الراجل، العيب على التكتيك بتاع اللعب. الراجل في 11 مباراه صنع 3 اهداف وسجل 3 اهداف، صح كده يا شباب؟ طب صناعه الاهداف من ضربات ثابته ولا متحركه؟ هعرف لك برضه، حاضر. ده الماتش اللي فات والماتش اللي بتاع الاتحاد والماتش اللي بس طب ايا ما يكون حتى ولو من ضربات ثابته، لا تفرق كتير. تفرق. بص هم 3 اجوان منهم بس جون هو اللي ضربه جزاء. بعدين هو هتفرق في ايه يا كابتن رضا؟ مش اهم حاجه ان هو اللي عملهم، هو اللي ساهم في 6 اهداف كده لفرقته. الصانع الالعاب بيعلى لما بيكون مش من ضربات ثابته. واسال اي مدرب. طب ينضم هو لمنتخب مصر من وجهه نظرك؟ لا ما ينضمش الفتره الحاليه، اذا كان في عز مجده ما انضمش. في عز مجده وعز طب انت زعلان مني ليه طيب؟ لا هزعل منك ليه؟ مش حاسس انك يعني لا والله انت عارف ان انت حبيبي، بس انا يعني ما كنتش عايز اخوض الحته دي. في ايه؟ يعني ان انا اتكلم في حته شيكابالا دي. اشمعنى ده؟ انت مشرح مصر كلها. ما هو اصل ده لعيب موهوب. طيب ما هو ده كنت متخيل وانا بسأل حضرتك على شيكابالا انك هتقول انه شيكابالا رجع بنسبه كبيره لمستواه، وانه شيكابالا بيستحق اذا استمر على هذا المستوى انه يروح منتخب مصر. يعني انا كنت متخيل ان حضرتك هتقول لي كده. لا مع اني بحبه بس ما يعني الفتره دي مش بتاعته في منتخب مصر. الفتره دي مش بتاعته. رايك ايه في فرقتين مصر؟ قبل الفرقتين والنبي عايز اقول حاجه يعني عشان واقفه لي في زوري وخانقاني يعني. اللي هي ايه؟ جنش. ماله؟ هتلاعب مساك ولا ايه؟ لا يعني جنش انا شايف ان كان فيه هجوم عليه غير عادي وغير طبيعي. لان الراجل ده حقه يا جدعان. يعني جمهور الزمالك ان الراجل ده في فتره من الفترات احمد الشناوي اتصاب وخرج وفي ماتش صعب جدا ونهائي، والراجل لقيتوه قبل كده في ماتش بجايه والراجل لقيتوه يعني. فلما ان يتقال بعد كده ان ده ماتشين وده ماتشين ويجي بعد كده الاتفاق ما ينفذش، فلازم يزعل ويغضب. انتوا هايجين عليه ليه؟ ده بالعكس، ده هو
هو اللي رجع الشناوي تاني. يعني الناس لو بتفكر صح، ما حدش رجع الشناوي الا جنش، تألق جنش وثباته وبروده وان تركيزه دايما بيبقى عالي في الماتشات، وان هو بيلعب وهو مبسوط وهو فرحان وهو بيحب النادي، واخد بالك. ولما يجي يحس بالظلم صعبه جدا يا جدعان. يعني انا قعده لما يبقى وحش. طب اشمعنى مثلا احمد الشناوي لما انتوا بعد ماتش بجايه والراجل قعد حوالي شهر ونص ولا شهرين مصاب، واول ما رجع لعبتوه؟ طب ما لازم برضه تراعوا شعور الراجل ده. يعني الراجل دوت الشناوي اتصاب ورجع في ماتش بعد ماتش صن داونز، خلاص بقى استنى ما يحصل لجنش كبوه وبعد كده لاعب الشناوي. انت ليه ما اتكلمتنيش على عصام الحضري؟ هكلمك في ايه؟ ان هو يبقى موجود مع منتخب مصر. قلت لي اكرامي والشناوي، ما جبتش سيره عصام. لا انا ما قلتش الشناوي، انا قلت اكرامي وجنش. طب جنش هيلعب ازاي وهو اذا كان هو ما بيلعبش؟ لا هو اللي انضموا يعني ما بيلعبش مع الزمالك، هينضم. لا ما كان بيلعب وكان مكسر الدنيا وما اتاخدش. كابتن رضا، بس هو دلوقتي الفتره الاخيره ما بيلعبش. ماشي. طب كان في كتير قوي ما كانش بيلعب وبيتاخد يا عمي بجمله. جاملني مره. مين انا؟ لا الراجل بتاع منتخب يعني يجامل مره يعني. واخد بالك. طيب. وعواد بتاع الاسماعيلي ده ازاي برضه يعني الراجل ده ما يتاخدش؟ على حساب مين بقى؟ على حساب اي حد. ايوه انا بسال حضرتك. الكوره مش اهلي وزمان يا كابتن ماشي. انا بسال حضرتك، انت بتعصب عليا ليه؟ انا بسال حضرتك بقول لك احنا دلوقتي في 3 حراس مرمى هينضموا للمنتخب. حضرتك قلت شريف اكرامي رقم 1. رقم 2 مين؟ جنش. رقم 3 عواد. طيب فين الشناوي؟ عادي مش موجود في المنتخب. خلاص، ما ده وجهه نظر حضرتك اللي انا مش متفق معاها خالص. طيب وعصام الحضري فين؟ خلاص كفايه كده. كفايه كده. انا بقى يعني اول مره بقى هو عصام حبيبي، بس انا بقول لك لا خلاص يا عصام انا بحبك ومش عايز ان انا تخرج لا قدر الله بكارثه يعني كده زي الفل. طيب رايك ايه في فرقتين دول؟ اخر سؤال ده. اخر سؤال ليه؟ امال انت معدي بره بقالك 3 ساعات وجاي تقول لي اخر سؤال؟ امال يعني انت فالح بس تقول لي الاخبار بتاعتك ومقعدني بره بقالي ساعه وبعد كده جاي تقول لي اخر سؤال؟ انا مش هجي لك تاني. تسترش على الواحد. لا يعني انت معدي ده انا جاي من الساعه 10 ونص. خلاص كابتن رضا عندي انا وبعدين تطلعني الساعه 1 الا ربع وتقول لي اخر سؤال. كانت حاجه طالعه معايا الساعه 12. لا 12 ايه ده؟ 12 و5 كنت لسه بحلق ده. انا كنت بسال في ايه بقى؟ مش عارف. انت قلت لي اخر فرقتين واخر سؤال. اخر فرقتين مصر المقاصه والمصري، رايك ايه في ادائهم الموسم ده؟ احسن فرقتين موجودين في الدوري لسبب. اللهم لك الحمد يا رب. هنختم الحلقه وانت بتشكر لا قبل ما نختم ده في حاجه تانية عايز اقولها برضه. ماشي. لا هي يعني هي برضه داخله من ضمن الموضوع. يعني طبعا ايهاب جلال طبعا وحسام حسن دولت الاثنين مدربين اللي لهم بصمه واضحه قوي على فرقهم، وان ازاي بيقدروا يستخلصوا من لاعبتهم الفنيات ويستفيدوا منها ويكسبوا ويعملوا اداء انا من وجهه نظري احسن من الاهلي والزمالك. المقاصه والمصري. عاجبك كابتن ايهاب جلال وكابتن حسام حسن؟ جدا. عظيم جدا. ليه بقى؟ نمسك المقاصه كده. ليه عاجبك في المقاصه كابتن ايهاب جلال وليه عاجبك كابتن حسام حسن في المصري؟ اولا ايهاب جلال عينه حلوه جدا. وده بقى اللي هو بيقول لك ايه اللي جايبها من ايه، من بعيد قوي. ماشي، من تحت. فمر بكل الظروف الصعبه والسهله والحلوه والوحشه وكل حاجه. فعشان كده لما ربنا كرم فرقه المقاصه دي مع مجلس اداره محترم، اولا بيعرف ينقي لعيبه كويس، بيعرف يفرض طريقه لعب معينه اللي هي مناسبه للعيبه بتاعته، ودايما محرر كل لعيبته. يعني النهارده مثلا في ماتش النهارده سيبك من النهارده، في كل ماتشاته ما بيهابش اي فرقه ومدي لعيبته الثقه، وهي دي اهم حاجه ان اللعيب مع الناس دي. كابتن رضا انا بشكرك شكرا جزيلا. ما قلناش التشكيل بتاع النادي الاهلي ونادي الزمالك. نعم. طب يلا قول. طب يلا ولا بلاش؟ لا والله قول. يلا انا بالنسبه للاهلي ولا هو الماتش بتاع مين الاول؟ ماتش الزمالك. ماتش الزمالك. يلا حراسه المرمى. ما فيش الا الشناوي. الله. طيب ماشي. ما هو جنش جه خلاص يا كابتن. ماشي الشناوي. الونش. علي جبر. ماشي. حسني فتحي.
حسني فتحي. ها. ناحيه الشمال ناصف. ناحيه الشمال حسني فتحي ناحيه الشمال. حسني فتحي هتحطه ناحيه الشمال؟ هو كان بيلعب باك رايت. لا وكان بيلعب السنه اللي فاتت في المقصه. انت عايزه ناحيه الشمال، ماشي. ناحيه الرايت اسامه ابراهيم. ماشي. ديفيندا في نص دونجا. ماشي. دي من وجهه نظري. ماشي يا كابتن كمل. رمزي صالح. رمزي خالد. رمزي خالد. ماشي. رمزي خالد، معلش الاسماء عندي. ماشي. الناحيه الثانيه ريكو. ماشي. ايمن حفني. ستانلي. يا جعفر يا مايوكا. وطلعت باسم ليه؟ ما تقوليش طلعت. ما خلاص يا كابتن ماشي. الاهلي يا كابتن. شريف. سعد. محمد نجيب. هم دول الموجودين دلوقتي. ماشي يا كابتن. ناحيه اليمين. ناحيه اليمين هيبقى محمد هاني. ماشي. ناحيه الشمال حسين السيد. ماشي. احمد فتحي. الفرقتين هيلعبوا حسام عاشور. الاهلي يلعب باثنين والزمالك يلعب بواحد. انا بقول لك ده وجهه نظري. خلاص ماشي يا كابتن. ماشي. احمد فتحي وحسام عاشور. انا بحط للنادي الزمالك لان انا لو حطيت 3 ديفندرات مش هيضغطوا. ماشي يا كابتن. انا بلاعب وجوه جديده عشان تسمع الكلام في ماتش زي ده وممكن يبقوا نجوم. ماشي. لان ماتش الاهلي والزمالك ده هو اللي بينجم الدنيا كلها. ماشي. بعد فتحي وحسام عاشور. حسام عاشور قدامهم عبد الله السعيد. ماشي. وليد سليمان. ومين كمان؟ ومؤمن زكريا. واجاي. انجاي. هتلعبوا راس حربه صريح. اه كابتن رضا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. ودايما